على فكرة بقى مقصودة جدا، مقصودة ان هم ينقوا اقصر واحد في التلفزيون، اقصر واحد في مصر انه يقدم البرنامج ده. ومش هرجع انسحب واقول انا شخصية اعتبارية وما تاخدوش على كلامي، لا احنا مش كده، احنا قد الكلام اللي بنقوله. انا شخصية كرتونية، قولوا عليا شخصية كرتونية، ما تاخدوش على كلامي خالص. شيزوفرينيا. الشيزوفرينيا ضربت جميع البرامج اليومين دول. المذيع من دول في حياته شخص عادي وطبيعي وكيوت وطيوب، لكن اول ما يمسك الحديدة يتحول، تحس ان شرب مشروب الطاقة. والله مش هنتجنى على حد. تعالوا نشوف معانا مين النهاردة في الشيزوفرينيا. سيد أبو حفيظة واحد من الشخصيات اللي استطاعت بسرعة الحقيقة انها تعلم في المجتمع المصري. هو بصراحة هو إهانة لقارئ النشرة، يعني احنا اتعلمنا قراءة النشرة من زمان وكانت الرصانة والاحترام، بس في النهاية سيد أبو حفيظة واحد من أشهر البرامج والعلامات الكوميدية الجميلة على القناة الجديدة التي استحدثها اتحاد الإذاعة والتلفزيون، قناة نايل كوميدي. والحقيقة ناس كتير حابة تعرف مين ورا الشخصية الكرتونية سيد أبو حفيظة. مش بس التلفزيون اللي ابو حفيظه قلب عليه، ابو حفيظه كان ظابط زي الابطال اللي بنشوفهم في الشوارع اليومين دول. انت اصلا خريج ايه؟ انا خريج اكاديميه الشرطه. شرطه؟ ظابط وقعدت في الخدمه 10 سنين. وطبعا في المناسبات ما يمنعش يجود كده ويجتهد بكلمتين. اوجه يعني تحيه لارواح جميع شهدائنا، سواء ضباط او جنود او افراد من الجيش ومن الشرطه، الناس اللي هي كل يوم بيقع منها حد، وفي اسر بتتحرم من اهاليها علشان خاطر يعني ناس خسيسه وجبانه. على MBC مصر. جميع مخبرينا مشغولون الآن بمراقبة مواطنين آخرين برجاء الانتظار، وسوف يتم الرد عليكم حالا، علما بأن جميع مكالماتك اعتبارا من الآن سوف تكون مسجلة. الخط الساخن للخدمات الأمنية تحت أمرك يا فندم. مساء الخير، عامل اوردر؟ تحت أمرك يا فندم. والله كنت عايز اسم شرطة تحت البيت عندي، وعايز ازود 8 مخبرين اكسترا بدون صولات. تمام يا فندم، كده الصولات على جنب. في يا فندم عرض بتقدمه الوزارة، لو حضرتك طلبت اسم شرطة مع مبنى للسجل المدني بندي حضرتك عربية أتاري و4 أمناء شرطة مسلحين. حضرتك تحب تجرب معانا العرض ده؟ لا شكرا. يا ولاد، حد عايز حاجة من وزارة الداخلية؟ حتى أيام الانتخابات الرئاسية الأخيرة المواطن أكرم حسني على فكرة عمل فيديو مخصوص على اليوم السابع لدعم أحد مرشحين واحد بس. تحيه وتعظيم لقائد بحكمتك وبذكائك. انت قدرت انك تعمل حاجه مش كتير يقدروا يعملوها في العالم، وان انت تجمع غالبيه الشعب المصري حواليك. انت حد عنده كاريزما وراجل قدرت، يعني يمكن الفتره اللي فاتت شخصيات كتيره طلعت كان عليها اختلاف، ناس مع وناس ضد. انت تقريبا بشكل يعني في اجماع، الناس ملتفه حواليك. انت لو اعلنت عن مشروع قومي هتلاقي فيه ملايين من المصريين واقفين في ظهرك. لكن الفنان أكرم أبو حفيظة ومن على الشاشة إياها قلب على المرشح بتاعه وقال له فين على MBC مصر. أين هو البرنامج الانتخابي؟ فين البرنامج الانتخابي؟ بحثت عنه في الجرايد المنشورة، ما لقيتش حاجة ومفيش برنامج. الغريب إنه لما بيطلع في أي برنامج ضيف بيبقى كيوت وجميل ومش عايز يزعل حد بعينه. ده زعل مصر كلها. انا بطبيعه شخصيتي بحب قوي المغامره، يعني بحب اخش في مناطق جديده، ومش من النوع اللي بكش شويه، بس في نفس الوقت انا مش قاصد ازعل حد. على MBC مصر. المصريين هم بنحب الزيطه واللمه، من اي كلام تلاقينا جايين. المصريين
شمال تلاقيه بيروح ماشي مع الهوجة وقشطة يا مان، ماشي مع الهوجة وقشطة يا مان. عموما يا عم ابو حفيظه، القص والتلزيق بغرض التشويه مفيش اسهل منه. حتى شوف، أليس من حق المواطن الإسرائيلي أن يكون له وطن؟ حق. إذا لماذا يعترض العرب على هذا؟ بصي انا كاكرم ما عنديش مشكله اسرائيل يبقى لها يعني ارضها. اصل فكره الارض زي ما قلت لحضرتك هي بتعتمد على مفهوم ديني. على MBC مصر. خايف يا رافض، ما اخبيش عليك يا محسن بيه، مرعوب يبقى تنجح. اشوف شنبك بخير يا محسن بيه. كان ابويا يعني عايز يشوفني في الحته دي، وانا ما كانش ينفع ان انا يعني اخذله او ده، يعني عملت الحاجه اللي هو بيحبها، وفي نفس الوقت لما جات الفرصه ان انا اعمل اللي انا بحبه استاذنته وعملته. وهو يمكن شايفني دلوقتي على MBC مصر. ساعات بتشاف على اليوتيوب وبتشير بتشير مواقفي كتير بتتغير، وبطلع اكدب اللي اتقال عشان اصلا ده شغل عيال. عموما يا ابو حفيظه ربنا يوفقك في شغلك، بس حبه مصداقيه مع الناس يا جماعه، مش كده؟ ورا مصنع